مساء الهنا، يا مساء الحب، يا مساء السعادة. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 من الفيديو اللي فات. النهارده ناوية اجي اشوي لحمة. هي شرايح، مش هعملها مكعبات، لان لما باجي اعملها على الشواية بعملها مكعبات اكتر، وساعات بعملها شرايح يعني، بس انا دي هعملها شرايح في الفويل في الفرن. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا يلا بينا. دلوقتي اول حاجه هعملها، انا سلقه بنجر معايا اهو، تمام. هملحه او بمعنى صح عشان اعمله ايه، سلطه كده جنب الاكل. السلطه دي بتحط فيها، المفروض ان انا بحط فيها في التتبيله توم، بس انا مش هحط توم، انا مش حابه النهارده بصراحه اكل توم خالص. فانا هوريكم ازاي انا هعملها بطريقه بسيطه وطعمها حلو وخفيف. يلا بينا. معايا هنا علبه هحط فيها شويه ميه، اهو. بصوا انا مش حاطه كتير، حاجات بسيطه يعني. وهحط فيها خل، معايا هنا حبه خل بس كده، ومعايا ملح. طبعا الملح حسب الرغبه، طبعا ما تحدقوش الحاجه قوي عشان ما تحرقش. انا طبعا في ميه السليقه حاطه ملح. ايه يا ماما؟ ايه يا منوره بوجودك يا ايه، والله منوره، ده وجودك حبيبتي يا ماما. بس نقلب كده زي ما بنملحوا الخيار، بنملحوا اي حاجه يعني. ايوان ايوان، اشرب ملح. ايوه يا ماما، دايسه معايا؟ اه. لا لا، مش هاكلك منه. لا هاكل بعدين بقى هاكل. لا بصي، انا كده ايه، سخنه النار دي. طيب انا هقرب كده عشان انتوا ايه تشوفوني انا بعمل ايه. انا هقشر الاول البنجر كده. طب انا مش عارفه اخلص منك يعني يا ماما، كل اكله طلعالي فيها. بصوا كده اهي كده اسهل. يا لعبك يا سيدي. عايزه اقول لكم ان انا ببقى سعيده قوي بعمل الاكله دي، وخصوصا كمان لما بشوي. ساعات كمان واعمل توميه بقى، واعمل بروكلي. عايزين مره نجيب بروكلي يا ماما، انا شايفاه نازل في السوق، نزل من غير ما يقولي. شفتي؟ مش عارفه مش يديكي اذنه الاول انك ينزل ولا ما ينزلش؟ ايوه مش عارفه بصراحه، حاجه غريبه. ونزل ومليش. اه. ما تجيبوش بقى. لا اجيب. لا حلوه دي، اصلي بحبه يا ماما. شايفين بيتقشر بسهوله من غير سكينه من غير حاجه، بايدينا. البنجر حلو جدا 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 للانيميا، الناس اللي عندها انيميا. هو اصلا يعني كلنا عندنا انيميا، خصوصا الستات. بصوا بقى كده، جرت من طريقنا. انا قطعته نصين وهقطعه كده حلقات اهو. ممكن تعمليه حلقات حلقات من غير ما تقسميه نصين. نعم. هقعده بقى ايه يعني مده حلوه، يعني ممكن تقعديه مثلا ساعتين 3. اول ما تصحي من النوم تعمليه كده لغايه ايه، اي ميعاد الغدا. احلى حاجه ماما ما بتحبش البنجر، انا بقى بموت في البنجر، في سلطه، في اكل. في ناس بتحطه في عصاير، بس بصراحه انا مجربتوش، مضحكش عليكم يعني. بصوا اهو كده، انزله كله في الميه واسيبه بقى ايه يتملح على مهله. تمام. يلا بقى يلا بقى نغسل ايدينا. بصوا الايد بتتسبك ازاي. ايوه بقى، يلا بينا نخش على اللي بعده. يلا يا مامي، يلا يا ماما، يلا يا ايه، يا ماما يلا يا ماما. يلا انتي. انا اللي يلا؟ اه. انتي معطلاني. بصوا بقى، معايا هنا بصلايه مبشوره، تمام. قربي يا ماما مش بينها. ومعايا هنا لحمه شرايح.
طبعا بتتغسل اللحمه، بنغسلها. تمام. نحطه بقى بشويه ملح. انتي متقوليش البهارات؟ ماشي. لن انسى لك هذا الموقف. ماشي. حطوا بقى شويه ملح. انت حطيتي ملح. فلفل هناك. معلش. ايوه بقى كده، شويه ملح كده، شويه فلفل. انا مصممه ان هو ملح. تمام. عايزه بقى احط شويه خل. هتسالوني الخل ليه؟ الخل يعني بينعم اللحمه شويه او بيخليها طريه شويه في الاكل. هتقولي بس هو مش صحي. هقول لكم هو مش صحي، بس بتبقى حلوه في الاكل. هحط شعره زيت، مش كتير، لان خلي بالكوا الزيت بينشف اللحم. تمام. نعجن بقى كده الخلطه بتاعتنا. ايوه بقى. تمام. نجيب بقى شرايح اللحمه كده ونحطها. انا طبعا هتبلها وقعدت زي ساعه كده. انا قدامي ساعه كده، لسه مش هعملها دلوقتي. انا هشويها في الفرن بفويل. تمام. نتبل بقى كده اللحمه. طبعا انا كنت حابه احط فيها بهارات، بس خلاص بقى مش مهم، ممكن احط انا بعد كده. اهي كده شربت كلها من الميه بتاعتنا. هنسيبها كده تتنقع لمده ساعه، وهرجع لكم تاني نعمله مع بعض. ودلوقتي يا حبايب قلبي هنعمل الرز بتاعنا. بصوا انا حاطه هنا معلقه سمنه باينه اهو، اهي معلقه سمنه. هحط عليها معلقه زيت. انا بحب احط السمنه على الزيت بس كده. تمام. معايا هنا بصلايه اهي متخرطه زي ما انتوا شايفين. هنزل كده البصله. ايوه بقى كده، ونحمرها. احنا مش هنحمرها قوي زي ما معنى الرز الصياديه او كده. ندبلها شويه. معايا هنا الرز. تمام. ومعايا هنا كركم، هعمله بالكركم. طيب نستغل الوقت واحنا شغالين كده في بتاع ده. واحنا شغالين في البصله. هعمل طحينه. طبعا لازم لحمه مشويه يبقى طحينه اساسي. معايا هنا طبق فيه بقى شويه طحينه كده. نجيب ملعقه كده، نحط بقى شويه طحينه. وعلى حسب الكميه اللي انتي هتعمليها. تمام. نقلب البصله، متقصوش عنها عشان تاخد كلها تحمير واحد. تمام. نجيب بقى معايا هنا ليمونه. ايه الليمونه ما فيهاش بذر؟ لا نص طريق فيه بذر اهو. ايه ده ماما ده؟ يا سبحان الله. انت قلتي للراجل هات ليمون لاقيه من غير بذر؟ قال مفيهوش بذر. ليمون بناتي. مش مساعد شيف يا ماما؟ سيبي المعلقه هعمل. خلاص. باينه الحاجه اهي. ايوه. بشك فيه. انا بشك فيه، مش عارفه ليه. لا ما شفتش. مشكش يعني عادي. حبيبتي يا مامي اللي مش هاكلها من اللحمه، هاخد فيت اللحمه واطلع اجري، محدش يقول لها. انت عرفتي حاجه؟ طب ماشي. تمام. ادينا عصرنا الليمونه. هحط بقى عليها شعرة خل صغننه. قلب البصل. ايوه بقى. بصوا شعرة مش اكتر، اللي طعم كده. قلب كده. بصوا لازم نفضل نقلب كده لغايه لما تجمد معايا. بصوا بتضخم معانا ازاي، شايفين؟ اهي تخنت معايا. ايوه. احط بقى شويه ميه. اقلب الرز الاول.
بدأ يدبل معانا اهو. نحطه حبه حبه كده ونقلبه لحد ما ايه ما تحل معانا. ماما نعم. هاكلك بالاكله دي وتخرجيني؟ لا. ايه مش هتاكلي؟ انا شربت الصبح. عشان الصبح رحت جبت لك التموين ما خرجتش. بصوا هيدبل ايه، انا مش عايزه اكتر من كده اهو. نحط بقى كده الميه بتاعتنا ايوه بقى يا تكتك يا حركات. تمام. نحط بقى الملح بتاعنا. ايوه بقى. ايه يا ماما؟ ايوه يا ماما. ايه ايه؟ ايوه يا ماما. يا ماما يا ماما. حطيت حبه الملح اهوت. طبعا البنانيت الصغيرين لازم يدوقوا الملح وهم ايه بيطبخوا، عشان برضو الحاجه ايه ما تطلعش معاهم حادقه عدبه. نحط بقى شويه الكركم بتاعنا، طبعا برضو على حسب الرغبه، اللي بيحب الكركم كتير يحط اكتر. انا بس عايزاه بس ايه يلون معايا. احط كده الرز معايا واشوف. ايوه بقى ايوه بقى يا لعبك يا سيدي يا سيدي يا سيدي. ايوه نقعد بقى شويه ميه اهو كده بس كده. نحطوه بقى كده لحد ما يغلي معانا. نعلي عليه النار. نزلها الحروف يا ندى. فين في حاجه؟ مبقتش احط كركم كتير عشان خاطرك، عشان تعرفي عادي طب هو الجمال. كده هيلون؟ كده هيلون. هو هيلون بس ممكن احط لك حبه كمان، عشان ايه انا عارفه ان انا غلسه وماما ما بتحبش البهارات. اوه بس انا بهدلت الدنيا. ايه ده؟ صدقني ريحته غريبه لما لبست على النار. زمان وانا صغيره انا هفتن بقى افتن. زمان وانا صغيره كنت بعمل ايه؟ كنت اقف كده احط براد الشاي على النار خلاص، فبستنى لما يغلي اقوم بقى ايه جايبه برطمان الشاي واتسلى بقى. اقوم جايبه برطمان الشاي ومحطفاها على النار، يطلعوا يعملوا زي الصواريخ كده. اقوم جايبه حبه شاي ومرميهم على النار ويطلعوا زي الصواريخ. مش انا ماما. لا. اوعي تكوني مفكره ان انا. ماما قاعده جعانه من الصبح وانا عماله اقول لها مش هعمل لك الاكل مش هعمل انا لك. جعان. يا عيني يا روحي. وقلت ما قلت لك اعملي بهدلتي بوتاجاز. فداية يا ماما. مش فداية؟ فداكي؟ اه ايه طيب فداية ولا مش فداية؟ انت ما بتنضفيش البوتاجاز اصلك. لا مش فاضية. بصوا لازم تفضلوا تضربوا فيها كده لغاية لما تحل خالص، يبقى فيها تكتلات لازم ان هي تفك. بصوا بقت عاملة ازاي اهي. نجيبوا بقى ايه معانا هنا الملاحة بتاعت جي الخطيرة دي بتاعت عمو الشيف. تمام. فيها ملح وكمون وفلفل اسوس. اللي بيحب بقى الشطة يحط فيها شوية شطة بتبقى تحفة. انا بقى ايه الملح خلصت، عايزه احط شويه ملح كمان لان انا بحب الحاجه ايه ملحها عالي، فانا اصلا الملاحه دي مش حاطه فيها ايه ملح كتير. ايوه بس كده كفايه. مبحبش احط ملح عشانك. ما انا عارفه. ايوه بقى ايوه بقى يا سيدي يا سيدي. تحفه. عايز طبق الطحينه بتاعي ماشي. يلا بينا نعمله بقى ايه اللحمه. نركن بقى دول دلوقتي كده على جنب ماشي. معايا قماشتي الحلوه الجميله دي كده. يلا بينا.
بصوا اللحمه بقى بتاعتي دي شكلها طبعا بعد ما اتبلت. تمام. هنجيب بقى ورق الفويل. عايزه صينيه. وهي بتاعت البيتزا اللي تحت الصغيرة. لا مش هتنفع، الصغيره مش هتنفع. مغليش ايه؟ مغليش الرز. الرز مغليش. انا بقولك ماما، هو انتي مساعد شيف كده على الفاضي؟ تصدقي صح. ايوه بقى، ايوه بقى. نحطي بقى الرز بتاعنا. ايوه بقى يا سيدي. ايوه كده تمام. وحطينا على الرز. انا هعمل معاكم شريحه واحده وبعد كده هعيش انا بقى. بصوا اعملها كلها في افرش الفويل او فوق الفويل. الفويل يعني فرش اللحمة وبعدين نص الفويل فوق منها. ماشي. مش هزعق والله يا ماما، ما هزعقك. تصدقي بايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. مش هزعق. هي بتبصلي. على فكره ممكن كده، ممكن انتوا تفرشوها ايه على بعض. دي حاجه. الحاجه التانيه ممكن تخلطوا طماطمايه. تيجي نخلط عليها طماطمايه. خلاص. ايوه بقى، ايوه بقى. باينه معاكي؟ بصوا انا بحطها ببصلها طبعا. هي لما بتتشوي على الفحم ما بنحطوش البصل. ليه؟ لان بيقع وبيتحرق ومبيبقاش حلو. لكن دي عشان الفويل بيبقى حافظ مركزه، يعني حافظ نفسه. متعلم الادب بمعنى اصح. شايفين؟ طبعا الفويل ما بيديش لون اللحمه المشويه. فانا هديها ايه 3/4 السوا بالفويل، وبعد كده اعلي الفويل ده علشان ياخد طبقه اللون بتاع اللحمه المشويه. اوكي يا ماما؟ اوكي. ايوه حبيبتي يا ماما. حبيبتي انت هريتي اللحمه وانت بتغسليها يا ماما. ليه كده؟ ليه ما انت بتعجني ليه يا ماما؟ بيبقوا كده شويه بصله من دي كده. ايوه بقى، ايوه بقى. يا عيني يا عيني. ايوه بقى. نرمي في الحوض. دلوقتي يا حبايب قلبي انا نصيت اللحمه بتاعتنا. تعالي يا ماما كده. نصيت اللحمه بتاعتي كلها بالبصل وحطيت الطماطم. مش باينه؟ خلاص ماشي اهي تمام. خرطت طماطمايه وقرن فلفل. اللي حابب يعني، مش عايز براحته. انا اصلا خلي بالكم ما كنتش ناويه اعمل كده، بس هي جت معايا كده. يلا بينا، يلا بينا. تمام. هدخل الصينيه بتاعتي في الفرن ونشوفه بقى بعد الرز ما يستوي واللحمه ما تستوي. وده حبايب قلبي منظر سفرتي النهارده. والرز ابو كركم بالبصل والطحينه واللحمه اهي اهي، والبنجر بتاعي والعصير بتاعي اللي مبستغناش عنه. طبعا اللحمه مشويه لازم عصير او بيبسي او حاجه طبعا جنبها، طبعا حسب التعود. دي كانت سفرتي. وطبعا اللي عايز برضو ممكن تولعي فحمه تحطيها يبقى طعمها حلو، بس انا ما عملتش كده بصراحه، انا استكفيت بكده. ودي كانت سفرتي. كان معاكم ايه محمود، وما تنسونيش في اللايك والكومنتات بتاعتكم الجميله والاشتراك.
ويا ريت لو تفعلوا الجرس. يلا اشوفوا وشكم بخير في فيديو جديد. باي.